السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عواشركم مبروكه ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم واحد الوصفه طاجين ديال اللحم بالبرقوق. غنشارك معكم الطريقه اللي ديالي. غادي نشارك معكم الوصفه. عندي هنا الحيمه ديال الكسف هذا كامل الكسف. غادي ناخذ داك واحد الضامه ديال الزعفران غنرقدها في الماء. يلا درتها في الماء بقى ما دابش، غنحركها مزيان باش تذوب وغندير معكم المقادير. غندير هنا واحد الثومه محكوكه، جوج ثومات محكوكين، جوج ريوس ديال الثومه، واحد شويه سكينجبير. هنا غنزيد سكينجبير حيت كنت باغا ندير العطريه في التبصيل. هنايا غنزيد واحد المعلقه اخرى ديال سكينجبير، جوج معالق صغار من هذوك ديال العطريه، معلقه كبيره ديال الخرقوم، جوج معالق من هذوك المعالقات الصغار، جوج معالق ديال الخرقوم بلدي، خرقوم بلدي، البزار، معلقه ديال البزار، واحد المعلقه صغير ديال راس الحانوت، قزبر كارم. درت هذاك القزبر كارم، هذا هو راس الحانوت، معلقه ديال راس الحانوت ومعلقه ديال راس ديال القزبر كارم. قزبر كارم مزيان ديروه في العطريه، راه ما تيخليش اللحم يضركم. عويد ديال القرفه، وهذاك الماء ديال الزعفران غادا نخويه على العطريه غادا نرقد فيها اللحم. نحاول نذوب هذيك الدويمه الزعفران. غنزيد واحد شويه تاع زيت العود وشويه زيت البلديه، شويه زيت المائده، شويه تقريبا شي نص ديال زيت البلديه ونص ديال زيت المائده. قويش الزيت بزاف حيت اللحم فيه الشحمه يدم. مليحه. صافي غادا نحركو هاد اللحم مزيان دغمروه مزيان فهاد نشرملوه مزيان فهاد العطريه. ضروري نخليوه واحد شويه باش هنا من بعد ما دازت واحد ربع ساعه شعلت عليه البوطه، غنبقى نحرك فيه تيتقلى شويه بلا بصله بلا والو، عاد يتقلى هكا. من بعد ما يتقلى عاد غنزيد عليه البصله اللي مشلطه، نخليوه يتقلى مزيان، ضروري يتقلى. هنايا خديت البرقوق، قياس ديال البرقوق اللي غيقدني. خديت واحد شويه البرقوق هنايا، غادا نغسلو مزيان وغادا ندير فيه عويد القرفه، وندير فيه هنايا البصله اللي غادا ندير في اللحم هي هادي. واحد جوج بصلات متوسطين شلطتهم هنا في الحشوار، يكونوا غلاض شويه ما يكونوش رقاق بزاف. صافي غادي تتقلى اللحم وغادا نزيد عليه البصله. تيتقلى لينا مزيان فهاد العطريه فاش النوبه الاولى عاد باش نزيدو عليه البصله، ضروري يتقلى شويه. نبقاو كل مره نحركوه حتى يتحمر لينا من جميع الجوانب، يتشحر لينا عاد باش نزيدو عليه البصله. هنايا غنزيد واحد المعالقه ديال نص رويس معالقه ديال السمن، وغادا نزيد دابا البصله اللي مهاشيه في الهاشوار، تبقى شويه غليظه ما تكونش رقيقه بزاف. صافي غنخليوها من الفوق، نخليو اللحم يتشحر لينا
هذا غنسدو عليه، غنزيد كويس تاع الماء، كويس تاع الماء ونسد عليه حتى تشحر شويه البصله، عاد نزيدو عليها الماء. صافي غندير هنا واحد القبيطه الربيع، الربيع اختياري ما كيدارش في هذا، ولكن ضروري انا كنديرو. ها قبيطه صغيره ديال المعدنوس وقزبر ومعدنوس. هنايا درت واحد جوج تمرات، حيت غندير اللحم شويه قاصح باش يطيب ليا دغيا، واحد جوج تمرات باش يساعد على اللحم باش يطيب دغيا وكيعلك شويه المرقه. جوج تمرات هادو درتهم. صافي غنبقى نشحر في اللحم هنايا البرقوق راني درت، غادي نزيد فيه ندير فيه عويد ديال القرفه وشويه مليحه، شويه مليحه صافي. وغادي نديرو يتسلق ليا، يتسلق واحد شويه، ومن بعد هذا نصفيه من الماء ونزيد عليه البلول من المرقه ونشحرو. هنا من بعد ما صافي طاب ليا نشف من الماء، غنخليه نزيد عليه نصفي هذيك المريقه ونزيدها ليه. الا ما بغيتوش ديروا المرقه يمكن لكم ديروا فيه منه ولا السكر، ديروا فيه شويه الزبده وتخليوه يطيب ويتشحر في نفس الوقت. انا هنايا غناخذ واحد شويه المرقه من هنا صفيتها في الصفايه، وغنزيد على البرقوق فاش تحمر فاش يتعسل صافي. وغندير السكر وواحد شويه القرفه، واخا دايره فيه القرفه عواد غنزيد شويه القرفه مطحونه صافي. وغنشحرو شويه القرفه، غنحركو مزيان تيذوب ليا داك السكر وغنرجعو يتشحر. ها هو هنا كيتشحر كيتعسل. اللحم راني سديت عليه، درت ليه الماء وسديت عليه، دابا راني طاب، هو طاب. غادا بعد ما طاب انا كنقدمو معاكم. هاد المريقه جات خاتره وزوينه. هذيك البصله راه دابت، ما بقاش اخوتي، شي البصله ما بقاش حسا كدور، دابت صافي. غندير هاد البرقوق وغنزيد عليه سميتو نزينو من الفوق بالزنجلال وغادا نقدمو. هذه هي الوصفه التقليديه اللي كنعرفو من زمان. الا بغيتو تزينو بطريقه اخرى يمكن ليكم تزينو، انا درتو بطريقه تقليديه الاصليه. نتمنى تعجبكم هاد الوصفه اللي شاركت معكم اليوم، وبالصحه والراحه. ما تنساوش اخوتي اللايك والبارطاج، لايك لايك الله يجزيكم بخير، وبارطاج. والسلام عليكم اخوتي، الى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله، وصفه جديده. السلام عليكم، الى اللقاء.